بسم الله الرحمن الرحيم، ولا استعانة إلا به، والحمد لله رب العالمين، ولا استزادة إلا منه. وبعد، فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن التكرار في القرآن كل قصة جاءت إنما جاءت لتغطي لقطة في القصة، لقطة جديدة، وإن كان الإطار العام في القصة يكون تكرارا. فقصة آدم مثلا التي نحن بصددها جاءت أول سورة في القرآن لتتعرض إلى أول خلق الإنسان. منطق طبيعي أن تكون أول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن أول مخلوق للإنسان، تتكلم عنه كإنسان، تتكلم عنه بشر، تتكلم عنه باسمه وهو آدم، تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها، تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل أن يخلق، تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما أخبرهم به من أنه سيجعل في الأرض خليفة، تتعلق به في كيف علم الأسماء ليسوس حركة الحياة على منطق من علم الأشياء وعلم مسمياتها، تتكلم عن الحوار الذي جاء من إبليس أمام ربه حينما أبى من السجود، تتكلم عن علة الامتناع عن السجود، تتكلم عن خطة إبليس في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالإغواء والاستهواء. خطته إيه؟ ما هو منهجه في هذا؟ إذا فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها القصة الأصيلة في آدم. فلو أن إنسانا يريد أن يؤرخ لآدم كقصة لابد أن يستوعب كل هذه اللقطات، ولكن الله جعل كل لقطة في القصة موسما من التثبيت. فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية، بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة. إذن فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر، حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه. مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آية من الله: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا أمر لم يأتي في بقية الصور، لم يأتي في الأعراف، لم يأتي في الحجر، لم يأتي في الإسراء، لم يأتي في الكهف، لم يأتي في طه، لم يأتي في صاد. إذن هذا معنى أساسي فقط في من؟ في البقرة. وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء، والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء، أيضا شيء لم يرد في أي سورة من هذه السور. وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع، ولكن في السور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع. هيقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، دي لقطة ثانية. وبعد ذلك تيجي سورة ثانية تخدم جنسيته إيه إبليس ده، تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي، تقول إيه؟ إلا إبليس كان من الجن. إذا كل قصة جاء عشان تعمل إيه؟ تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين؟ في قصة إيه؟ في قصة آدم. وبعد ذلك يجي في سورة الأعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السورة بيتكلم عن آدم وخلقه، يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص آدم. يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، والخطاب لعامة الله، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. انظروا إلى اللقطة، خلقنا وصورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، ولا خلق آدم ثم قال للملائكة اسجدوا ثم خلقنا من آدم؟ فكأنه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وذريته إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذن ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله. هذا عن هذا. وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن، ونشأت من ميكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي. البويضة حية من حية وهي أمي، وبرضو أبي بويضة حية من أبيه، وأبوه بويضة حية، ميكروب حي من أبيه، هكذا 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 إلى أن يذهب إلى مين؟ إلى آدم.
إذا ففي كل منا جزيء لم يطرأ عليه موت. لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يكون ذلك الوجود. إذا فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم، والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة. إذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطلوبة في مين؟ مطلوبة في آدم. إذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين؟ جزيء من آدم. شهد الخلق الأول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقولوا عليها الآن إيه؟ الوراثة. إذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الإيه؟ في القصة. وبعد ذلك يأتي صورة أخرى لتخدم قضية إيه؟ قضية منهج إبليس في الإغواء. بعد ما بين لنا هويته في سورة الكهف يعمل إيه؟ منهجه في الإغواء قال إيه؟ قال له بقى أنظرني إلى يوم يبعثون وبعزتك لأغوينهم أجمعين. وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم إيه؟ ومن خلفهم وعن إيه؟ وعن إيه؟ شمائلهم. أدي منهجه في الإيه؟ في الإغواء. والمنهج الثاني طب دي من الجهاد، وبعد ذلك لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ ما جابهاش في كل الصور دي، جاب لا تجديدي. الله. إذا فكل صورة أو كل تكرار تعرض لمين؟ تعرض للخطاب جديد. كل الصور دي ما جابش خلقت من إيه؟ إنما جات لقطة من طين. بشرا من طين إني خالق قال ربك الملائكة إني خالق بشرا. يبقى ده إذا من المادة اللي خلق منها الباقية ما تعرضتش. وبعدين ما قال إيه؟ من صلصال من حمأ، برضه مرحلة من مراحل الطينية، ومن تراب. الله. يبقى إذا برضه بتتكون مرحلة. إذا فالتكرار إما أن يكون للإعلام الأول لله من الله للملائكة والحوار الذي دار، وإما أن يكون لإيه؟ للتعليم، تعليم آدم الإيه؟ الأسماء، وإما أن يكون لبيان جنسية مين؟ جنسية آدم. قال والجنة خلقناه من قبل من إيه؟ من نار السموم. وإما أن يكون بيانا، وإما أن يكون التكرار بيانا لمنهج إبليس في الإغواء. وبعدين تأتي قصة أخرى جاب قصة الإغواء لأغوينهم أجمعين، جاب في تكرار قال لك إلا عبادك منهم المخلصين. الله. إذن كل تكرار فيه لقطة إيه؟ فإياك أن تقول أنه تكرار. المكرر هو فقط عزم القصة فقط، إنما شحوم القصة لحم القصة ودد القصة كتير. كل واحدة هنا من إيه؟ متنصرة. فأجل الله سبحانه وتعالى كل لقطة للمناسبة التثبيتية التي إيه؟ التي يريدها. وبعد ذلك نجد إن كل الآيات إن إبليس إيه؟ امتنع عن السجود لأنه من الجن. دي شرحت لنا حتة إن إزاي يبقى من الملائكة ويعصى ومش يعصى وإلى فراحت سورة الكهف مرصية إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن. غطت لنا إيه؟ غطت لنا حتة كمان. وبعد ذلك يجي مثلا في كل الآيات يقول له ما منعك أن تسجد إلا في آية الأعراف فإنه يقول ما منعك ألا تسجد. وتسجد هنا ما فيهاش نفي، وألا تسجد فيها نفي. يبقى إزاي تيجي النفي والإثبات في أمر واحد؟ إحنا سبق أن قلنا إذا كان الكلام من حكيم والمسند إليه والمسند شيء واحد وورد مثبتا مرة ومنفي مرة، يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب، يبقى الجهة منفكة. يعني جهة النفي غير جهة الايه؟ غير. افتكروا ده كويس. إذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من مسند إليه واحد، يعني من فاعل واحد، حدث واحد من فاعل واحد، يبقى إن أثبت ما يصدروش نفي، وإن نفى يبقى يجب ما يصدروش إثبات. طبعا الأول كلمة تسجد هنا الكلام لمن؟ لإبليس. يبقى المسند إليه الفعل هو إبليس، والفعل هو إيه؟ تسجد. كيف جاء بها مثبتة مرة ومنفية مرة أخرى مع أن القائل إيه؟ كل حكيم والفاعل واحد والفعل واحد. نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة. زي إيه؟
كما نظرنا في قوله سبحانه، افتكروا كويس، وما رميت إذ رميت. ما رميت أثبتت الرمي لمن؟ لرسول الله، نفت الرمي عن رسول الله. إذ رميت المتكلم من؟ المتكلم الله. وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله، فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة؟ نقول له الجهة ايه؟ منفكة. معنى الجهة منفكة يعني ايه؟ يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه؟ فكأن الامر فيه معنيان. قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل، يبقى اذ رميت صح ولا لا؟ لكن هل اوصلها رسول الله صد تصل الى كل الجيش؟ اهي دي مش شغلته بقى. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برمية واحدة. اذ رميت اخذت بداية الرملة شوية حصحصة ورميتهم بايدك. يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الاثبات في موضعه والايه؟ لا يمكن ابدا ان يجيء ذلك الا من اله. هنا بقى ما منعك ان تسجد؟ تسجد دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومين اللي مخاطب؟ ابليس. ومن المتكلم؟ الله. يبقى اذا ثبت في السجود هنا في سجود وفي اثبات له وفي نفي. لكن منع هنا تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود، يعني مش كده؟ وما منعك من ان لا تسجد منع من ان لا، يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا الايه هتديني ايه؟ لازم في الاسناد نقول له اهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر الا لما قالها رب. بعدين احنا قلنا يا سلام الاسلوب كده بيخاطب النفس البشريه. ده طب يقول لك له المنع ده انت تفهم ان المنع له سبب واحد، الامتناع عن السجود ده له سبب واحد. مش من الجائز ان ابليس اراد ان يسجد فليه واحد منعه ان يسجد بقدرات قاهره، راح حيث كده وقال له ما تسجدش. يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ ايه اللي منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبينه؟ وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون ما قهروش على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب انه كان يريد ان يسجد وبعدين واحد منع ان لا. طب واحد ثاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ مش عارف ايه. يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد؟ الا تسجد. اللي منعك بالاقناع الا تسجد بان اقنعك بالا ايه؟ يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين. وجاءت هنا غطت المعنى الاول والثاني غطت المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب لمنع. اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك. ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا الا تسجد؟ يبقى لازم تيجي الا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لي لا زي دي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلموا. نقول له لا، المانع قد ياتي من القهر وهو يريد ان يسجد. طيب ربنا مره قال له هي دي ولا دي؟ اذا فكل لقطة من لقطات القصة جاءت لايه؟ لمعنى من المعنى او لمرحلة من الايه؟ لمرحلة من المراحل. يبقى اذا لما نيجي بقى نعمل القصة كلها ونحبكها كلها حبكة قصصية واحدة نقول له بقى انت ما بتثبتش، انت بتقول تاريخ بقى، ابقى امسك القصة وخد اللقطات كلها واعملها ايه؟ ولذلك ربنا لما قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، والجعل يطلق مرة ويراد به الخلق والإيجاد والإحداث، ومرة يطلق بأن يجعل من المجعول يجعل في الطينة
ابريقا، فكأن الطين مادته موجوده ولا لا؟ اني جاعلهم في الارض خليفه. يا ترى هذا البلاغ بعد ان ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل ادم كده من الصلصال كده وبتاع وشافوه الملائكه، وبعدين ربنا بقى ايه اخبره. ولذلك ساعه ما شافوا الحكايه دي قال لك ايه الحكايه دي؟ الملائكه. ولذلك هيجي يقول اعلم ما تبدون ايه وما كنتم تكتمون. انهم شافوه قبل ما ربنا يخبر عنه، شافوه كده. انه لما صغر ادم من التراب ومن الطين فكانه جعل، لانه ما جابوش انشاء جديد، لا جعلوا من ماده موجوده. يبقى دي جعل ولا لا؟ يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والايه؟ خلقها منك، وهو خلقه من ماده الايه؟ من الارض. فعلى هذا يجب ان نفهم ان تكرار القصص عموما انما جاء للتثبيت، والتثبيت غرض المنزل. يثبت مين؟ المنزل عليه واليه. عليه اللي هو الايه؟ الرسول، واليه يعني للايه؟ للامه كلهم. مفهوم كده ولا لا؟ فلما نيجي ناخد القصه نقوم نجيب القصص كده من هنا من هنا من هنا ونضمها لايه؟ لبعضها. نقول ربنا خد من التراب وحط عليه ميه وبقى طين مش كده؟ وبعدين الطين ده سابه لما يبقى حمأ ايه؟ عشان آية من حمأ ايه؟ مسنود. وبعدين سابه لما بقى صلصال كالفخار، تيجي آية مين؟ صلصال ايه؟ كالفخار. وبعدين عمل الايه؟ الهيكل وسواه بايده، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الله. وبعدين تيجي بقى يخبر للملائكه بهذا الحدث اني جاعلهم في الارض ايه؟ خليفه. وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكه ايه؟ وبين ربنا، واني اعلم ما لا ايه؟ تعلمون. وبعدين لا يثبت للملائكه انه يعلم ما لا يعلمون، وان كانوا هم لا يشكون في ذلك، انما علمايه جديده جت لهم قال لهم ما تفتكروش ان الانسان بعنصريته يتفوق. انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته اشف من الطين؟ لا، انا اخلق من الطين اللي هو اصغر اكثف الاشياء واطلع منه حاجه ما تقدروش انتوا تعملوها. اذا المساله ليست حكم عنصر، وانما المساله اراده المعنصر نفسه. اراده المعنصر، مش العنصر اللي يحكم ان ده يطلع جنس راقي ولا لا. يستطيع من الجنس الادنى ان يخلق ايه؟ احسن من الجنس، ويسجد الجنس الاعلى لمين؟ للجنس الادنى. اذا بقى دي مش طلاقه القدره، مش العنصر بيحكم عليه، ما يقدرش يحكم. يجي مثلا واحد سيد، يستطيع واحد سيد انه يعمل لك مثلا خاتم معدن ويقول لك ده احسن من الذهب، انما هو يقدر فيقول اني اعلم ما لا ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك نجيب الحوار بتاعه وعلم ادم الايه؟ الاسماء. وبعدين القصه وسجدوا له وانتهت. وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن، يبقى جت خدنا ايه؟ حته. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك الا ايه؟ دي لقصدها كذا ودي ايه؟ لقصدها ايه؟ كذا. وبعدين قال له لا، مره قال انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من قال له خلقته ايه؟ من طين. ومره قال اسجد لمن خلقت طينه؟ ما الله. يبقى دي مره ودي ايه؟ ما دام مره قال له ان تسجد ومره قال ايه؟ قال لا تسجد. المساله ما مرتش كده بحوار واحد. وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص ما دام انت قال له ايه اخرج منها مفهوم ايه؟ مفتوح. وبعدين سكن ادم وجبت الايه؟ الجنه. وبعدين جه التكليف وكل من ايه؟ من الجنه رغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه؟ وابليس خرج وايه؟ مجنون. ابليس العداوه ايه؟ تأصل. يجي ربنا يقول له عدو لك ولذا، ويجي قصه الايه؟ العداوه فلا يخرجنكما من الجنه فايه؟ فتشقى. ويقعد بقى يجيب الايه؟ وبعدين يقول له ايه؟ يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون. وبعدين يقول له هتعمل ايه؟ هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجي لهم في الصراط المستقيم واقف لهم. زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخماره، انما يجي له في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده جهله دي، يبقى يجي له في المسجد، يجي له وهو بيعمل طاعه. لا اقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه؟ الويهم عنه. انما اللي في الصراط غير المستقيم يعوزني؟ ده بيساعدني. ما بخلقه ده. وبعد ذلك يقول انا اجي عن الايه؟ عن الامام ومن الايه؟ ومن الخلف ومن اليمين والشمال. واحنا كنا قلنا برضه في حلقه انه ابتعد عن جهتين، جهه العلو وجهه السفل، مش كده ولا لا؟ ما قالهمش مع ان الجهات كام؟ الجهات 6.
فما جاش من فوق ولا جاش من تحت. قال لك لان الانسان الذي يكون بين امرين علياء الربوبيه وذل العبوديه لا يمكن يجيب الشيطان. اذا قال له على الايه. ومن العجيب ان ابليس نفسه من غبائه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين. فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه؟ كان حياتهم ايه؟ ياخدوا بالهم بقى وايه؟ ويتنبهوا. وبعدين نجيب نقول ايه؟ لكن ربنا قال له الفوا بينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه؟ اللي تخلصه اللي انت تعوزه ما اقدرش عليه. قال لك ابو ده بقى يتناسب مع قوله بعزتك، لان عزه الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس. والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد، بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان. ان عبادي ليس لك عليهم ايه؟ سلطان. يبقى اذا كل قصه خدم بدا ولا اذا فالمطلوب من كل قارئ لقصه ادم ان كان يريد قصه واحده محبوكه بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات فعليه ان يقرا كل سوره بلقطاتها الجديده ولا ينظر الى التكرار، لان التكرار في عصب القصه نفسها. ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطه الزائده في كل سوره هي المناسبه للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت. مفهوم الكلام ده؟ يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه؟ الامر الواقع. بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي، نمسك بقى قصه البقره بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصه البقره. يوم يجي ايه؟ واذ قال ربك للملائكه، اذ قال، اذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان، يعني اذكر يا محمد اذ وقت ان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. اذا طب ومعنى اذكر وقت ان قال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، دي علشان ناخد منها لقطه انه ما هو قديم انما اوجده القديم. يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكه استعجبوا اذ قال. ما هو القول اولا؟ لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه؟ الفعل، وكلاهما عمل. يبقى القول مهمه الايه؟ اللسان. طيب والرؤيه مهمه ايه؟ والشم مهمه ايه؟ واللمس مهمه الانامل. مش كده كويس؟ عال قوي. يبقى القول يقابله ايه بقى؟ الفعل. ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل وكلاهما عمل. يبقى القول عمل مين؟ عمل اللسان. والفعل عمل الجوارح، هيعمل بايده، يعمل بعينه مثلا. يبقى اذا القول مقابله ايه؟ مقابله الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون وكلاهما عمل. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. لو انت عملت القول قبل العالم، طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله كل وعظ بالكلمه الطيبه ده ضايع خالص. نقول له لا، دي فعل، والفعل والقول معا من العمل. فعل والقول من الايه؟ من العمل. قال ربك للملائكه، شوف كلمه ربك بقى، اذكر يا محمد، اذكر يا من تسمع كلامي، اذ قلت للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. هو مش كثيرش بدليل قال ان جاعل مساله يعني مفروغ منه، ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمه. ليه؟ لان الملائكه منهم المدبرات امر، له ايه؟ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الا لديه رقيب ايه؟ رقيب الله. اذا ففيه ايه؟ الملائكه لهم ايه؟ فكأن الاعلام لان للملائكه عمل مع هذا الخليفه. للملائكه ايه؟ عمل مع تدبير اموره. اوعى تقول ازاي يدبروا اموره مع انها نواميس. وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل به، مش زرار. بس انت ما انتش شايفه. الا قل لي بالله
العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع القناص الكبيره اللي من بره، تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوه ومش عارف ايه، تعمل كده ينزل لك بتاع الايه؟ الشاي. دي زرار عمال ولا ايه؟ طب الزرار ده بيدار بايه؟ كهرباء. طب بالله انت تعرف الكهرباء دي شكلها؟ طب عرفوها لنا كده، هي ايه الكهرباء دي؟ طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكه وقوه خفيه انت ما تعرفهاش؟ ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوه الخفيه دي؟ ان جعلهم في الارض ايه؟ في الارض خليفه. معنى كلمه خليفه دي ساعه تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف، يعني كأن فيه ايه؟ هيخلف مين؟ يخلف مين؟ يخلف بعضه بعضا. ما دام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاء. مش كده ولا لا؟ لو كانوا هيقعدوا كلهم ما كانش حد هيخلف حد. يبقى ادي اول نعي اهو. جاعلهم في الارض خليفه. دي يجي ايه؟ يجي بعد ده. يبقى اول نعي للانسان ساعة ما جه الخليفه هيبقى خليفه، يعني ايه؟ يخلف بعضه بعضا. او انه يخلف جنسا، جنس اخر زي الجن مثلا كانوا وعصوا وعملوا كذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكه، وبعدين الملائكه بيقولوا له احنا هنكرر التجربه ثاني. يجوا برضه الخلق اللي يفسدوا ويعملوا يكذبوا، اللي عرفوا ازاي الحكايه دي؟ يبقى خليفه يعني برضه يبقى دكها انقراض افراد. لما تكون الخلافه بعضنا البعض، بني ادم يخلط بعض يبقى نعى الافراد الى نفسهم. لكن حينما يكون خليفه لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله. وما ذلك على الله بعزيز. ان يشاء ايه؟ يذهبكم وياتي بخلق جديد. وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمه خليفه دي ساعه ما تسمعها يبقى شيء يخلف عن شيء. انت تقول ده هذا خير ايه؟ خلف لخير سلف. ساعه ما تسمع حاجه في الخير قول ايه؟ خلف. انما ساعه ما تيجي في الشر قل خلف. فخلف من بعضهم خلف فضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ اذا في الامور اللي بطل القبيحه يبقى اللي يجي بعد ما الثاني اسمه ايه؟ خلف. انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه؟ خلف. ولذلك بنقول ايه؟ خير خلف لخير ايه؟ سلف. لكن لما يكون شر يخلفوا الشر نسميه ايه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاضربي. يبقى ده خلف ثم بتكون الايه؟ بتكون الايه؟ لله. او ان لا خليفه لان الكون سيأتمر وينفعل له. الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به. تعمل النار كده تولع لك، تشرب سنين، تروي الزرع يطلع لك، بتستجيب لك، بتنفعل لك الاشياء. يبقى انت خدت من القدره المطلقه لون من القدرات لك. خدت من القدره المطلقه لون من الايه؟ فكأنك انت خلقت الله في انك عايز نار تعمل نار. مش كده ولا لا؟ يبقى خدت ايه؟ يبقى خليفه. انفتك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل وتنسى اللي رتب لك الايه؟ اللي هي تشرع وقول الله في سوره اقرا كلا ان الانسان لا يطغى ان رأى فيه منه اصيل. بقى الارض بتنفعل له والكون والمش عارف الايه والايه والايه. يبقى اذا كلمه خليفه تاخد معاني عده ولا لا؟ وهل هناك مانع ان ناخذ كل تلك المعاني؟ ولان كلام الله صفته وصفه الكامل كامله وكمالات الله لا تتناهى فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يفتكر حاجه ثانيه ويقول نقول له برضه عطاءات الله لا تتناهى. كلامه ده والكلام صفه المتكلم وكلام الكامل كامل يبقى كامل. يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. قالوا ايه بقى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيفسد منين؟ لكن كان في حالة قبلها قاسوها عليه فقاسوا ما لم يعلم على ما علم. أو هم خدوا إن ما دام هيبقى خليفة وربنا هيديله الأسباب ممكن يعمل إيه؟ ممكن يطغى بقى.
يمكن يطرى، لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لا؟ وعرفوا كلمة دم ولا لا؟ والدم كان لسه ما جاش، يبقى لازم كان فيه قبلها. قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. ساعة يطلق الله كلمة إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى معنى ذلك أن علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك، وعلمي مناسب لإيه؟ له. يبقى مش كل حاجة يغيب عنها شيء عنك تبقى هي أراد أن الكلمة دي تطلق. ولازم تعرفهم إن لما ربنا يقول عالم الغيب والشهادة، مش كده؟ طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بالله قدم ما ايه؟ ما يسرون. طب مش كان بقى من باب اولى ان اللي يعلنوا يعرفوا ولا ايه؟ ده هو بيعلم اللي ايه؟ اللي بنسره. يبقى كان يقول يعلم ما تعلنون وما ايه؟ وما تسرون. انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره، يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه. قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا. ازاي؟ قال لك لان الله غيب مفتون باطل وانت شايفه. زي لله المثل الاعلى. افرض ان واحد قاعد في البيت وبعدين حدثت احداث في البيت، يقول له انت علمت اللي جوه، انما اللي بره ما كنت غايب عنه. هو بيجيب دي مره كده ومرات هو ايه وبره، عشان يمكن تقول لان الله غيب ومستكن في الناس، يمكن عارف اللي جوه انما اللي بره ده ولا هو داري عنه. فيجيب دي مره ودي ايه علشان العلم عنده ايه سواء. ولذلك يقول لك السر واخفى. تعلموا السر وايه؟ طب ايه اخفى من السر؟ يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه. احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. السر واخفى يعني ايه؟ ما هو السر؟ تقول له ما هو السر؟ هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد، او ما اسررت به الى احد؟ طب واللي ما اسرتش به لاحد ما يبقى اخفى ولا لا؟ لا يقال سر الا اذا كنت ايه قلت له انا هقول لك سر. يبقى اذا تعدى. يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس او ده اخفى من السر. حتى ان السر ما اسررته في نفسك، مش ما اسررته لغيرك، اسررته في نفسك. يبقى الاخفى منه هو ايه؟ كأنك يعلمه قبل أن يوجد في نفسك. يبقى اللي أخفى يعني علمه قبل أن يوجد لأنه هيوجد. يبقى إذا لما يجي يقول إيه؟ إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون. أراد أن يعطي الإيه؟ القضية دليل على ذلك. أما قال أنتوا بقى ملائكة، قالوا إحنا بنسبح ونإيه ونقدس كده، ونحن نسبح إيه؟ بحمدك ونقدسه. نسبح يعني ايه؟ هو التنزيه عن السوء. تنزيه عن ايه؟ وعما لا يليق بذات المنزه. اسمه ده ايه؟ اسمه ده تسبيح. والتقديس التطهير مأخوذ من القدس، وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه، الجردة يجيبوه عشان ايه؟ يتطهروا منه. ولذلك احنا بنقول سبوح ايه؟ قدوس. سبوح يعني منزه، قدوس يعني مطهر. كلمة نسبح تقول تسبيح، نسبح تسبيحا. لكن اللي مسموع عندنا سبحانه، سبحانك هيقولوا ايه؟ لما جم قالوا احنا نسبح وقالوا سبحانك لا علم لنا، ما قالش تسبيح لك. كان الاصول يجيب ايه؟ ما دام قال نسبح كان يقول ايه؟ تسبيح، لان هذا المصدر بتاعه. هم بيسموه اسم مصدر، ان يجي الاسم اقل من الايه؟ من المصدر في حروفه شويه، يسموه اسم ايه؟ اسم مصدر. طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق، انظر بقى الى دقه الاداء. ان ما دام هتنزهه عما لا يليق وتنزهه عن السوء، يبقى في كل منزه بحسبه، ومفيش كمال مطلق ابدا الا الله. يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين؟ هو لله. ولذلك صرف الله ألسنة الخلق عن ان يقولوا كلمة سبحانك لغيره سبحانه. عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك؟ صرف الله ألسنة الخلق
أن تقول لأحد من الخلق سبحانك إلا أن توجه إلى الله سبحانك بس. يبقى سبحانك ده التنزيه الإيه؟ التنزيه العالي، أعلى لون من أنواع الإيه؟ من أنواع التنزيه. ليه؟ لأن لا توجد كمالات في محدث، حسب المحدث من نقص كمالاته أنه محدث ويفنى. أنت عايز أكتر من كده إيه؟ إنما بقى التنزيه صح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله أنت تقول إيه؟ سبحان الله إيه؟ وبحمده. يعني إيه؟ سبحان الله عرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به، تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفته، تنزيه لله في أفعاله فلا فعل يشبه فعله. خلاص كده. طب وبحمده يعني ايه؟ كأنه قال أنا أنزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه. يعني تنزيه لك نعمة سأصحبها بأن أحمدك على أني نزهتك. يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله. والتقديس قال لك ده هو مش مقدس، احنا بنطهر الحياة له أيضا. يبقى مش هو بس، ده هو عايز منا حياة ايه؟ حياة طاهرة ونقدس لك لأنك قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا ايه؟ إلا طاهر، ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا شيء طاهر. يبقى عرفنا ايه؟ نسبح بحمدك ونقدسه ايه؟ لك. فأراد الله سبحانه وتعالى انه يجيب علم ايه؟ اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. ما تخلصهاش كده، بل جد القضية التي تؤكد في الصوت هذا. علم آدم الأسماء. شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة، صور كله. كلمة أسماء وبعدين قال إيه؟ كله. شوف الإحاطة بالصور الكلي. معنى الإحاطة بالصور الكلي إن واحد يقول لك يا أخي طب نحن الآن نضع ألفاظا لم نأخذها عن أسلافنا. إحنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه إيه؟ مرناه، مش كده؟ مثلا أو هم سموه تلفزيون ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة. نقول له بأي لسان اتفقت على هذا؟ باللسان اللي بتتكلم بيه، والخميرة اللي بتتكلم بها في الأصل من مين؟ من الله. يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده، وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات ويضع لها بهذه اللغة في أسماء. طيب وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم، فمن علم الأول؟ مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم؟ لازم كده. يبقى معلم بدون إيه؟ لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم وهو الحق سبحانه وتعالى. وإن شاء الله في لقاء آخر نستكمل بقية ما يفيض الله به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.